في ناس كتير بعد الضغط النفسي الشديد ما بتعيطش وما بتنهارش وما بتحسش بحاجة أصلا. أنا دكتور محمد علي، دكتور نفساني، وهقول لك سريعا كده ده ليه ممكن يحصل. خليني أقول لك إن الإنسان لما يفضل فترة طويلة في وجع نفسي أو في اكتئاب أو في صدمة نفسية بيمر بيها، وده كتير جدا مننا بيحصل، وكمان ممكن كمان ضغط مستمر، مخنا بيحاول يحمينا بطريقته، لأن الوجع لو فضل بنفس القوة هيبقى صعب علينا جدا إن احنا نتحمله، فبالتدريج مشاعرنا تبدأ تفصل. يعني تلاقي حد فينا بيحكي إن حاسس إن أنا متخدر أو مش حاسس بحاجة، حتى الحاجات اللي كنت بحبها ما بقتش بتفرق معي، وده ساعات بيبان كأنه حاجة مريحة وكويسة ولذيذة وظريفة، لكن التخدير النفسي ده اللي أنا مش حاسس بحاجة مش بس بنفقد معاه الوجع، لكن هو كمان بنفقد معاه الإحساس بالحياة. يعني لا فرحة ولا حماس ولا حتى راحة فعلا حقيقية. طيب وبعدين لما نبدأ نتحسن شوية وتبدأ مشاعرنا ترجع لنا، أول حاجة بترجع مش دايما بيكون حاجة مريحة ولطيفة. ممكن نحس بحزن زيادة، أو نحس بقلق، توتر، أو وجع كنا دفنينه فنفتكر إن احنا بقينا أسوأ. لكن ساعات ده ما بيكونش تراجع في الحالة، هو بيكون معناه إن مشاعرنا بدأت ترجع تاني، وإن الجزء اللي كان مضفي جوانا بدأ يفوق.